طيب يا دكتور، احنا يعني بتقولي لنا السؤال اللي احنا هنقوله. طيب انا كنت لسه هسألك عن ايه هي انواع الفيلر. يعني هل الفيلر فعلا له انواع طبعا وكل مكان فعلا له نوع معين؟ طبعا. بصي حضرتك، الفيلر انواعه كتير قوي. في فيلر لتعويض الدهون اللي فقدت من الوش زي ما بقول لحضرتك، فده بيبقى فيلر للامتلاء، للملو، بنملى بيه الوش، بنملى بيه الخدود، نملى بيه التجويف اللي تحت العين، نملى بيه الشفايف ملو بسيط لو احنا محتاجين ده. تمام. وفي فيلر تاني للشد فقط بدون الملو. يعني ده بيبقى فيلر اسمه فيلر خيطي. الفيلر الخيطي ده بيبقى كأنه تطور للخيوط. يعني عارفه حضرتك الخيوط التجميليه طلعت في وقت من الاوقات وكانت طفره جامده جدا. الفيلر ده الخيطي ده التطور بتاعها. ده بيدي نفس مفعول الخيوط بدون اي مشكله من مشاكل الخيوط. ازاي؟ عن طريق ان هو بيتحقن في الوش وبيتحول الى شبكه. مش بيبقى الفيلر العادي اللي بتاع الامتلاء بيبقى جزيئات تشرب الميه تملى وتعوض المكان اللي فقد منه الدهون، ترفعه وتخليه طبيعي وجميل. فيلر الخيطي بيتحول الى شبكه رفع، بتشد الخد او الوش، وهو مكانه الرئيسي الخدود الحقيقه، تشد الخد وترفعه في الاتجاه الصحيح بتاعه، اللي هو بقى الفيس ليفتنج. الفيس ليفتنج من اهم ومن اكتر التقنيات الرائعه للفيس ليفتنج الفيلر الخيطي. جميل يا دكتور، والله معلومات جديده فعلا. هو اكتر حاجه بتعمل شد عميق. ودلوقتي في انواع تانية فيلر كتير نازله السوق، فيلر بالكالسيوم، فيلر زي الRRS، زي المنتجات ديت كلها حاجات بترفع وبتشد شد عميق وكل حاجه، بس ما بتبقاش على فكره نفس السيستم او نفس الميكانيزم اوف اكشن بتاع الفيلر الخيطي. الفيلر الخيطي بيشتغل بتقنيه امن، شكله بيكون طبيعي اكتر، بيبقى زيه كانك مش حاطه حاجه في وشك خالص، كأن وشك اترفع بالشكل الطبيعي. دي احدث حاجه بقى في ولا دي احدث حاجات الفيلر.